السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وسعادة وخير. فيديو النهاردة هقدم ليكم طبق الفول ب6 طرق مختلفة. كل طريقة فيها لمسة او فيها تكة كده بسيطة هتاخد طعم طبق الفول اللي احنا متعودين عليه لمكان تاني خالص. كل البيوت متفقة معايا على طبق الفول، مفيش بيت اسمه مش بيحب الفول او مفيش بيت مصري اسمه مش بيعمل طبق الفول، وخاصة ان احنا داخل علينا شهر رمضان. كل سنة وكل المسلمين بصحة وسعادة وخير ويمن وبركات وكل شيء جميل يا رب ان شاء الله لكل المسلمين والغير المسلمين كمان. علشان كده الطبق الفول ده بيكون موجود على الفطار، على السحور، حتى وغير رمضان بتلاقي طبق الفول ملازم الطبلية او ملازم كده السفرة بكل اشكاله، سواء فطار غدا عشاء. حتى لو تلاقي بين الوجبات كده سندوتشات بتلاقي الفول حاشر نفسه يا جماعة. عشان كده عملت لكم الفيديو ده، اتمنى ان يعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ويلا حالا نبدأ. اول طريقه اللي انا دايما متعوده عليها او اللي جيت يعني بصراحه يعني لقيت بيت جوزي هنا بيعملوا الطريقه دي كانت معتاده عندهم وما زالت على فكره لحد دلوقتي عند جوزي هنا. الطريقه دي نعملوها اسبوعيا، يوم الجمعه ده لازم طبق الفول ده يكون معمول على الطبليه. معلقتين زيت كده عليهم نص معلقه من التوم. هنا كان التليفون وقع. تاني بقى معلقتين زيت عليهم كده نص معلقه من التوم، شوحتهم او التوم يدوب اصفر، ونزلت عليهم بكوبايه كبيره من الطماطم. نزلت بقى بالتوابل كده، كزبره على كمون وبابريكا وملح. لو مش موجود عندكم بابريكا ده عادي، مش اساسي يا جماعه في الوصفه، ممكن بشويه كزبره وشويه ملح. سبت الطماطم او الصلصه دي اتسبكت كويس قوي، ولازم طبعا تتسبك. ونزلت بكوبايه كبيره كده من الفول او طبق من الفول، هرستهم كده نص هرسه، يعني عايزه تنعميها اكتر من كده حسب رغبتك انتي. هسيبهم بقى يتشوحوا مع بعض كده لمدة 5-6 دقايق، وهعصر عليهم نص ليمونة. هقلبهم كده كويس مع بعض، وطبعا على نار هاديه يا جماعه. ما تحاوليش ان انت تعلي النار علشان ما يتحرقش منك بسرعه وما يكونش لسه لحق ان هو يتشوح. جينا بقى ساعة التقديم كده، حطيت شريحة من الليمون وزينتها بالكزبرة. عايزة اقولك طبق الفول ده يا جماعة بالرغم ان فكرته بسيطة جدا، لكن بجد بتدي لطعم الفول يعني حاجة رهيبة. لو جربتوه اكيد هيعجبكم. ده طبق الفول المعتاد بالنسبة ليا هنا، دايما بنعمله باستمرار. لكن هوريكم كمان طرق تانية لما جربتها بجد انا يعني انبهرت بيها. ده كده كان اول طبق فول قدمته ليكم النهارده. الطبق التاني بقى هحتاج كده شويه فلفل الوان، مش اساسي. لو ما عندكش فلفل الوان ممكن تكتفي بس لو بشطه خضراء. نص ليمونه، طبق فول، طماطميه كبيره متقطعه قطع صغيره، وبصل وتوابل. يلا نشرح واحنا بنعمل احسن. 3 معالق من الزيت. نزلت بالبصله متوسطه الحجم مقطعاها بالسكينه مكعبات صغيره. هشوح البصله كده تشويحه خفيفه. بعد كده هنزل بميكس فلفل الالوان. وقلت لكم يا جماعه لو مش متوفر عندكم فلفل الوان ممكن لو شطه خضرا بس يمشي الحال، لكن فلفل الالوان بيدي شكل كده وطعم غير عادي لطبق الفول. كنت هنزل بالطماطم لكن لا، التوم ينزل الاول. نص معلقه من التوم يعني بما يعادل حوالي 3 فصوص من التوم، تشويحه كده صغيره. وبعد كده هنزل بالطماطم، طماطمايه كبيره مقطعاها كده قطع صغيره بالسكينه، وهديها برضو تشويحه مع الكلام ده كله. نيجي للتوابل زي المرة اللي فاتت برضو. بابريكا، نص معلقة صغيرة من البابريكا، نص معلقة صغيرة من الكزبرة على الكمون. انا ميكس كده شارية من عند العطار، كزبرة وكمون. والملح ظبطي حسب ذوقك. كوباية من الفول او طبق من الفول. هنا بقى هسيب الفول صحيح، مش ههرسه ولا اي حاجه، لكن لو انت حابه تهرسيه هرسه كده بسيطه بالهراسه الفول حسب رغبتك. معلقتين من الخل وعصره نص ليمونه. عايزه اقولك ان الخل والليمون اخد طعم الطبق ده لمكان تاني. انا ابني لما عملت الطبق ده بصوا، عايزه اقول لكم وانا بصور بجد والله ما كانش صابر لما اخلص، لان انا كنت عاملاه قبل كده. ده على فكره تاني مره اعمل طبق الفول بالطريقه دي، بس فعلا عشق يا جماعه للي بيحب الفول هيدمنه بالطريقه دي. الطريقة التالتة بقى، طماطمية كده كبيرة متقطعة شرائح، قرن شط اخضر او فلفل اخضر، وفصين 3 من التوم، وشوية خل. الكلام ده هينضرب في الخلاط كويس قوي. وبعد كده هجيب طبق من الفول وهضربه برضو في الخلاط كويس، هنعمه في الخلاط. وهحتاج لبصلة متقطعة كده قطع صغيرة بالسكينة. 3 معالق من الزيت. هنزل بالبصلة المتقطعة كده بالسكينة، هحمرها. المرة دي مش هشوحها تشويحة بسيطة، لا انا عايزاها تحمر يعني سيكة كده.
وهنزل بقى بالخليط هقول عليه تاني، ده طماطمايه كبيره مع قرن شطه اخضر مع 4 فصوص توم ومعلقتين من الخل، ضربتهم في الخلاط كويس قوي. بعد كده هسيبهم بقى على النار يتشوحوا كويس، برضو عايزاهم يتشوحوا خالص وعايزه البصله هنا تستوي. بعد كده هنزل بالفول اللي انا ضربته في الخلاط، حطوا الفول في الخلاط وحطوا الميه، كده كده الفول بيبقى عليه ميه لحد بس الخلاط ما يعرف يلف، وهسيبهم بقى يتشوحوا وياخدوا كده ويدوا مع بعض زي ايه، زي ما بيقولوا السكينه في الحلاوه، زي ما بيقولوا يعني بالمثل الشعبي كده. ونزلت بنص ليمونه. طب والفول ده يا جماعه خطير، انا بصراحه كانت اول مره اجربه في الفيديو بتاع النهارده، بس طعمه فعلا يستحق ان انتوا تجربوه، قوامه كده حلو وشكله اصلا كمان يفتح النفس. زينته كده بشرائح من الليمون وشويه فلفل الوان. الطبق يعني ممكن تكون لمسه بسيطه او تكه بسيطه كده، بس بتاخد طعمه بجد يعني المكان تاني خالص، شكله رهيب. وندخل بقى على الطبق اللي بعد كده. انا نسيت على فكره ده رقم كام، افتكروا انتوا قولوا معايا. 3 معالق كده من الزيت. ده فول بالطحينة، ضربت فول في الخلاط حوالي كده طبق كبير محترم، وضربته في الخلاط وهشوحه بالزيت. بشوف في فيديوهات قبل كده بيعملوا الفول بالطحينة، بيخففوا الطحينة بمية وخل وبعدين يرجعوا ايه يخلوا الفول تقيل قوي علشان طبعا يقبل المية والخل اللي احنا حطيناها على الطحينة. طب وليه؟ شوحي الفول كده بشوية زيت وحطي شوية التوابل بتوعك وضيفي عليه معلقتين 3 من الطحينة، يغلوا بس دقيقتين كده على النار، وضيف عليهم معلقتين من الخل. يعني يا جماعة مش يعني بسيط خالص طريقته، مش عارفة في ناس بتفتكس كده بس يعني حاجات ملهاش لازمة. ونص الليمونة تديله كمان تشويحة بس على النار كده عشان كل حاجة تتجانس مع بعضها والطحينة تتقل، وخد عندك احلى طبق فول بالطحينة. بعد ما شوحت هقول تاني، شوحت كده الفول مع الزيت وبعدين ضفت عليه شوية التوابل، بابريكا وكمون على كزبرة وملح، وبعدين ضفت الطحينة. قوام مظبوط وطريقته سهلة وبسيطة، من غير ما نحتاج ان احنا نخفف الطحينة بالمية والخل ونرجع نخلي الفول نضربه في الخلاط نخليه تقيل قوي عشان يقبل الطحينة والمية. لا، دي طريقته بسيطة خالص يا جماعة. وبعد كده زينت بشوية طحينة ورشة من البابريكا، وكمان هضيف حبة كزبرة صغيرين كده على الوش يدوا للطبق منظر كده، حاجة يعني ايه لمسة خفيفة بس على الطبق كده. وزي ما انتوا شايفين شكله رهيب، والطعم اتمنى ان انتوا تدوقوه بجد حاجة عظمة. الطريقة اللي بعد كده، هنا ازازة الزيت بتاعتي كانت خلصت، يعني ده بصي قلبي بالشحتف كده على الازازة لما خلصت يا جماعة، الزيت غالي. حوالي 3 معالق من الزيت. نزلت ببصلة كده محترمة متقطعة بالسكينة. هنا على فكرة كل البصل مقطعها بالسكينة، مش هنحتاج للمبشرة خالص. اديتها تشويحة كده صغيرة. بعد كده نزلت بشوية فلفل الوان كانوا متبقيين عندي من الوصفة اللي كانت قبل كده، شوية فلفل الوان صغيرين كده. طماطمية كبيرة او طماطمتين متوسطين كده مقطعهم برضو بالسكينة. هسيبهم يشوحوا كويس مع بعض. بعد كده ملحك، بابريكتك حلوة حكاية بابريكتك دي شوية فلفل اسود، هقول لكم ليه انا ضفت فلفل اسود المرة دي، وشوية كمون كده على كزبرة. انا جبت من عند العطار قلت له هات لي كمون على كزبرة، بيبقى ميكس رهيب في اي اكلة يا جماعة. هنا بقى استخدمت اللانشون، اقل حاجة ممكن تنضاف على الفول. الوصفة دي بقى ممكن ايه بتبقى عظيمة يا جماعة، جبارة بالسجق، بس طبعا السجق غالي، مين اللي هيجيبه؟ ممكن تستخدمها بسطرمة برضو غالية، فجبت اللانشون كده على قدنا يعني. نزلت بقى بالفول حوالي كوباية ونص كده من الفول او طبق ونص من الفول. هنا هرسه بالهراسة حاجة خفيفة كده، لو حابة تهرسيه بشكل كلي براحتك انتي، لكن انا شايفة ان هو كان انسب بصراحة، يعني ايه هرسة خفيفة على الماشي كده بهراسة الفول. هسيبهم برضو على النار مدة دقيقتين 3 بس كده، ياخدوا ويدوا مع بعض كده يتعرفوا على بعض. وبعد كده هقدمه في طبق. الوصفة دي بقى هقسمها على نص، النص هقدمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، حطيتها في طبق وزينتها كده بقطع اللانشون، وكده طبق فول باللانشون طعمه خطير، بالذات الاطفال اللي بتحب اللانشون. لو هم مش بياكلوا الفول اعملوها بالطريقة دي هيدمنوه بجد، لاجل عيون اللانشون طبعا، مش عشان الفول، كل العيال مش عارفة
مالهم وحكايه اللانشون. بعد كده بقى الشويه النص التاني اللي اتبقى خففته حبه بالميه عشان لسه هيدخل الفرن تاني. قسمتهم على الطواجن دي، طاجنين صغيرين، ممكن على فكره في صينيه، ممكن في طاجن كبير، حسب المتاح عندك. هنعمل بقى طواجن فول بالبيض. الوصفة دي ممكن نستغنى هنا بقى عن ايه؟ ممكن نستغنى عن اللانشون، اعملوه بنفس الطريقة اللي انا عملتها بس شيلوا اللانشون منها. لكن بصراحة لو جربتوه اللانشون مع البيض مع الفول ميكس جبار، فحسب بقى المتاح عندكم وحسب الموجود. ضفت البيض كده وشغلت الفرن، شغلت الفرن من تحت بس الاول. هو ادخل الطواجن لحد ما تستوي كده لمدة 10 دقايق بس، البيضة تستوي للمستوى اللي انتوا حابينه. وبعد كده شغلت الشواية من فوق عشان تاخد لون، وكده معاكي طواجن بالبيض جبارة. كده الست طرق يا جماعة عملتهم مع بعض، بصراحة الست احلى من بعض واروع من بعض. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك. هسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم.